الزلفلون، مرحبا بكم. نتمنى راكم بخير ان شاء الله. راح نشارك معكم هذه الحلوى الراقيه بعجينه واحده وتقطع اكثر من 60 حبه، كل واحد والذوق نتاعها. راح توجدوها في الدقيقه الاخيره ان شاء الله. اللي حاب الوصفه تكمل لا فيديو حتى للاخير. راح نبداو بالمقادير بسم الله. عندنا هنا كيلو فرينه الخاصه بالحلويات، 250 ملل زيت، عندنا 300 غرام سكر ناعم، 250 غرام زبده على درجه حراره الغرفه، 5 بيضات، وعندنا 2 ملاعق صغار سكر فانيلا او 2 كيسات. نبدأ بطريقة التحضير بسم الله. راح نخلط جميع المكونات اللي ذكرتها. نحط البيض والزيت ثم الزبدة، ثم نضيف السكر الناعم والفانيلا. راح نخلط جميع هذه المكونات ما عدا الفرينة كما قلت لكم. راح نضربها حتى نتحصل على كريمة. أنا استخدمت هذا العجان وتقدروا تستخدموا الطراب اليدوي نفس الشيء. ثم نقوم بإضافة الفرينة على ضربة. راح نخلطهم مليح حتى يتجانس الخليط. في الأخير راح نتحصل على هاد العجينة، عجينة تاع لي بتي فور. راح نبدا نعمر اون بوش ا دوي ونبدا بتشكيل هاد لي بتي فور فوق السنيوة، محطوط فوقها ورق المطبخ. راح نديرهم بهذا الشكل. انا راح ندير 2 اشكال، هذا الشكل الدائري وهذا الشكل. كي نخلصهم راح نطيبوهم على درجة حرارة عادية 180 درجة أو 360 فرنهايت حتى يتحمروا على هذا الشكل. راح نخليوهم حتى يبردوا. بعد راح نلصقهم بلا كونفيتور. بعد راح نحطهم في شوكولا ذائبة. بعد نخليوها حتى تنشف. نولي للعجينة المتبقية راح نقسمها إلى 4 قطع. هذه القطعة الأولى نحطها في ساشي ونحطها في الثلاجة حتى تتماسك. راح ندير بها 2 أنواع تاع فون دو تارت. أما العجينة المتبقية راح نغطيوها ببلاستيك غذائي ونبدأ بتشكيلها وحدة بوحدة. راح نبدأ بالشكل الأول اللي هو صابلي بالشوكولا. راح نضيف له ربع ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلوى. راح نسي ندخلها كامل في العجينة. ثم نقوم بإضافة 2 ملاعق صغار أو 3 تاع كاكاو ونسي ندخلها كامل تاني في العجينة حتى نتحصل على لون بني. إذا شفتوا بلي العجينة مازالها طرية مليح زيدوا لها كاكاو حتى تحصلوا على النتيجة المرغوبة. ثم نبدأ بتشكيل الصابلي. نحطها فوق كيس بلاستيكي. لازم هذا الكيس ولا راح تلصق لكم. راح نحلوها شوية وراح نستخدم هذا الشكل. نشكلوها كامل. راح نحطها في السنيوة محطوط فوق ورق الطبخ ونطيبوها. راح نبريباري الحشوة باش نحشي بها هذا الصابلي. انا راح ندير كريمة الزبدة. نحكم هنا 200 غرام زبدة طرية. راح نطلعها مليح بالباتور حتى نتحصل على كريمة. وراح نضيف سكر جلاس قيس 100 غرام. راح نخلطهم شوية.
وراح نزيد ملعقة تاع حليب باش نلموها. انا زدت درت ملعقة حليب محلى مركز للذوق فقط، وتقدروا تستغناو عليه. بصح نتوما ديروا اي كريمه تحبوها ولا موالفه ديروها نفس الشيء. راح نحكم هذيك الكريمه ونحطوها في لابوشا دوي باش نلصق بها الصابلي تاعنا. راح نحط الكريمه من الاطراف كما راكم تشوفوا، وفي الوسط راح نحط شويه تاع كراميل، ولا تقدروا تعوضوها بلا كونفيتور او شوكولا. راح نلصقوها. بالنسبه للكراميل تقدروا تزيدوا شويه تاع مكسرات مطحونه رقيق او متوسط. راح نزيد لكم وحده باش تشوفوها. المكسرات لازم تكون محمصة. نوليو للتزيين. انا زينتها بشوكولا ذايبه، وفي الوسط درت خيط كيما راكم تشوفوا، خيط شوكولا بيضاء. من بعد نحكم سكين ونمشيها من الاطراف كيما راكم تشوفوا. هذه الشوكولا ما ساعدتنيش كاع باسكو رابيد تولي ثقيله، ما نقدرش ندير بيها. كي نخلص التزيين راح نخليوها حتى تبرد مليح باش نحطوها في الكيسات. راح نولي للعجينه الثانيه. راح نشكلوها صابلي ثاني. نضيف ربع ملعقه صغيره تاع خميره الحلوى، ومن بعد نضيف قيس 2 ملاعق او ملعقه تاع فرينه على حسب الفرينه، ونسي ندخلوها كامل مليح. وبعد نحطها فوق بلاستيك غذائي ونحلوها بالحلال، ونبدا نشكل فيها. انا راح نستخدم هذا الشكل. كي نخلص هذا التشكيل راح نطيبوها في الفرن عادي. هنا بعد ما طابت خليتها تبرد مليح مليح، ولصقتها بشوكولا ذايبه، وفي الاطراف راح نزينها بلوز محمص ومطحون. من الفوق راح نزينها ب3 حبات بيستاش لصقتها بشوكولا بيضاء، وانتم التزيين اختياري ديروا واش حبيتوا. راح نوليو للعجينه المتبقيه. راح نديرو فم شوك. راح نضيف له ربع ملعقه صغيره تاع خميره الحلوى، وراح نزيد له لوز ولا كاوكاو محمص ومطحون رقيق حتى نتحصل على عجينه تكون متماسكه. ما تديروهاش طريه باش ما راحش تهبط لكم كي تطيبوها. وراح نبدا بتشكيل كرات. الوزن لكل وحده تكون 30 غرام. كي نشكلوها كامل نحطوها في بيض، بعد نرمدوها في لوز ولا كاوكاو مقطع خشن شويه، وراح نحطوها في البلاطو. قبل ما نحطها في الفرن راح نثقبوها في الوسط كيما راكم تشوفوا، وبعد نخليوها تطيب. هنا بعد ما طابت راح نحط شويه تاع كونفيتور في الوسط. في الاخير راح نولي لتشكيل لي فون دو تارت تاعنا. بعد ما خرجتها من الثلاجه راح نحط كميه تاع العجينه في الوسط. راح نسي نمشيها كامل في هذا المول، ونسي نعدلها مليح مليح كيما راكم تشوفوا. كي نخلص كامل هاد العجينه راح نحطها باش تطيب. هنا بعد ما طابت راح نبريباريو الحشوه باش نحشي بيها. راح نحكي بكميه تاع لوز محمص ومطحون، ولا ديروا كاوكاو او اي مكسرات تحبوها. راح نضيف كميه تاع حليب محلى مركز، وانتم ديروا الحشوه اللي تحبوها.
حتى نتحصل على هذا القوام. هنا نبدا نعمر فيها، راح نحط قبل طبقه من الكراميل في القاع، من بعد راح نزيد له هذيك الحشوه اللي درناها. كي نحطوها كاع راح نزيد نذوب شويه تاع شوكولا ونحطها من الفوق. وهنا راح نزينها بشويه تاع لوز مقطع من الفوق، والتزيين يكون اختياري. بالنسبة لفون دو طارت الصغيرة راح نحشيها بلوز محمص ومطحون مخلط مع مربى، راح نحشيها كامل ونلصق كل وحدة على أخرى. هنا عندي هاد لي براونيز راح نفتتها كامل، وانتم ديروا اي شي بقايا كيك ولا اذا عندكم ولا مادلين ولا بان دي بيس يكون احسن. راح نحط هاد الحبة في المربى ومن بعد نحطها في هذاك الفتود، وراح نغلقها كامل بها من الفوق. راح نغطيها مليح مليح، ومن بعد من الفوق راح نزينها بمكسرات، راح نلصقها بشويه تاع الشوكولا سوداء. وانتم التزيين يكون اختياري كما حبيتوا زينوها. هاوليك الشكل نتاعهم كيفاه جاو بعد ما زينتهم كامل. هاد العجينه درت اكثر من 60 حبه. راح نقسم لكم هاد الحبات باش تشوفوها، راهي تتفتت لي وحدها. دوك راح نخليوكم هنا تهلاو في رواحكم، صحة عيدكم كامل، تعيدوا بالهنا والصحة ان شاء الله. الى فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش ديروا لي جيم، واذا عجبتكم الوصفة ابقوا على خير.